السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا جاتك هاد الماكينة هادي بحال هادي، عرف أن كاين شي حوايج مازال خصك تتعلم على آلة الخياطة. عاد تشري الماكينة ديال الخياطة. القناة ديالنا كاملين اللي هي قناة كل ما يهم آلة الخياطة، الهدف ديالها هو أنك تتعلم أول حاجة تحافظ على الماكينة ديالك باش ما توقعش في الأعطاب. هذه هي أول مسألة كنحاول نوصلها لكم، لأن أغلب المشاكل كيوقعوا بسبب سوء الاستعمال. إذا أول حاجة نتعلموها في قناة كل ما يهم آلة الخياطة هي نحافظوا على آلة الخياطة ديالنا باش ما نوقعوش في الأعطاب. وثاني حاجة نحاولوا نصلحوا الأعطاب السهلة. وثالث حاجة نتعلموا نصلحوا الأعطاب اللي كبيرة. زائد نتعلموا نفرقوا بين آلات الخياطة ونعرفوا المزيان ونعرفوا اللي ما مزيانش، ونعرفوا أهم حاجة اللي هي التكميليات ديال ماكينة الخياطة. شنو هما التكميليات؟ التكميليات بحال ملي كنهضروا على طوموبيل كنقولوا توت اوبسيون. واحد السياره اللي هي توت اوبسيون كيكونوا فيها بزاف ديال الحوايج زايدين، مثلا لي فيتر الكتريك يعني الجاج كيطلع وكيهبط بالضو. كاين عاوتاني مثلا السونطراليزي لي ايرباغ، بزاف ديال الحوايج كاينين في الطوموبيلات. كذلك آلة الخياطة هذه نفس الطبلة، نفس الرويد، نفس كل شيء. فاش كيختلفوا هاد الجوج ديال لي ماشين؟ انا نخليكم تحاولوا قبل ما يكمل الفيديو تخليو لي في التعليقات شنو الفرق بيناتهم. عاد شوف معايا مزيان. نبداو بالطبلة. لاحظ معايا الرويد. هانت الرويد ما كاينش الفرق، انا نساعدكم. الرويد بحال الطبلة لتحت بحال نفس الطبلة. البيدال بلاتي نشوف البيدال. ها البيدال، ملي كنهضر على البيدال ما كنقصدش به هذا، وانما كنقصد البيدال الكتريك اللي كيكون هنا. شوف معايا بطبيعة الحال راهم بحال مزيان. الا دزنا للخشب بحال الا دزنا للمجوره ديالهم بحال. البلاصه اللي كيركب فيها الخيط هذه باقا ما مونطياج، والاخرى راها راكبه، وبطبيعه الحال راهم بحال. العمار نعقلوا على هذا العمار. والزيار ديال الخيط، لاحظ معايا الزيار ديال الخيط هنا ديال الحديد ماشي بلاستيك. هذه ميزه زوينه في هذه الماكينه. اللي مزيان فيها راه يحتسب لها، واللي ما مزيانش راه غادي نقولوه فيها. اذا هذا ديال الحديد. العمار بحال هذاك اللي شفنا، وعندهم بجوجهم نفس. هذا هو اللي كيزير لينا البريسيون ديال الخيط، البريسيون سمحوا لي ديال الضغط ديال الصباط. كل ما كان مرخوف طالع الفوق كل ما كيكون الصباط مرخوف. هذا بلوك طونسيون يعني الزيار ديال الخيط. هذا كذلك كيتسمى بري طونسيون يعني قبل من الطونسيون، هذا عنده علاقه مع الكوب فيل. الريغلاج ديال لي بوين ولا ريتمون بحال الريغلاج ديال لي بوين ولا ريتمون. هنا نشوفوا البلاك سينياليتيك ديالها، هنا مكتوبه فيها بانها S2. نشوفوا الثانيه مكتوبه فيها S1D لا مارك طايور. اذا مختلفين في الريفيرونس، هذه S1 والاخرى S2. والطابلو اللي كاين هنا الا لاحظتي معايا هنا الطابلو شنو فيه هاد العلامه هادي. عقلوا عليها مزيان، هاد العلامات هادو راه كاينين في جميع آلات الخياطه نفس الرموز. هنا رسمي اليبره هابطه لتحت، هنا رسمي اليبره طالعه للفوق، وبيناتهم واحد السهم. يعني هادي فيها التحكم في وضعيه الابره. يعني انا خدام بغيت الابره مثلا تبقى الفوق كنورك على هادي باش تبقى ليا ديما الابره الفوق، بغيتها تكون لتحت كنورك على هادي باش تبقى ليا ديما لتحت، كنختار اللي بغيت. فيها التحكم في السرعه، تنقص او تزيد السرعه مزيان. شوفوا الطابلو ديال الثانيه. هاد الطابلو هذا كيبان بانه زايد شويه. شنو اللي زايد فيه؟ وضعيه الابره كاينه. هنا زايد عندنا الكوب فيل، التحكم في السرعه تزيد وتنقص، وهنا عندنا الكوب فيل. يعني هاد الماكينه هادي بحال هاد الماكينه هادي، كيختلفوا ان هادي S1 وهادي لا ماشين S2. الصباط بجوجهم كيتهز يعني بهاد الطريقه هادي ماشي اوتوماتيك.
ولكن هذه فيها الميزه ديال المقص الاوتوماتيكي، بالنسبه للاخرى ما فيهاش المقص الاوتوماتيكي. هادو هما المميزات او الاضافات اللي كيتزادوا على الماكينه وكتغير حتى الريفيرونس. بحال مثلا كنقولوا في الجاكي H1 H2. الجاكي H1 ما فيهاش الكوفيل اللي هي هذه. الجاكي H1 ما فيهاش الكوفيل، والجاكي H2 فيها الكوفيل، ولكن السباط كيتهز حتى هو غير من هنا في الاتش 2. اتش 2 كيتهز غير من هنايا. الا دزنا الاتش 5 غادي نلقاو بان فيها الكوفيل، فيها الهزه ديال السباط بلا جونويير، وكذلك الهزه ديال السباط الاوتوماتيكيه.